السلاح الابيض هيجيبك من بيتكم. لو تعرف حد من صحابك بيتصور بسلاح ابيض فاحب اقول لك ان من النهارده مش هتقدر تتصور بسلاح ابيض تاني. دي مجموعة شباب كانوا ماشيين على الطريق بعد تنفيذ القانون الجديد، وكأنهم بيقولوا للحكومة يعني احنا مش واكل معانا القانون، او هم مش مصدقين ان في قانون اتعمل للسلاح الابيض وان فعلا الناس هتتجاب من بيوتها لو عملوا الفعل ده. دلوقتي مش هتقدر تستخدم السلاح الابيض تاني، لا في الافراح ولا في المشاكل ولا في التصوير ولا حتى في الفيديوهات ولا في اي حاجة. لو تعرف اي حد من صحابك بيعمل كده، بيرقص بسلاح في افراح، بيقف على الناصية بسلاح، بيستخدم السلاح الابيض في اي فعل، منشن له وقول له بلاش كده. مجموعة الشباب اللي قدامك في الفيديو دول كانوا ماشيين بعربية على الطريق وعمالين بيعرضوها بالسلاح 24 ساعة بالظبط، واتجابوا بكل الأسلحة اللي كانت معاهم وبالعربية اللي كانوا راكبينها. لو سمحتوا يا شباب بلاش سلاح أبيض. صدقني الحكومة هتثبت لك ان مفيش راجل ابن راجل هيعرف يستخدم السلاح الابيض تاني، لا في مشكلة ولا في تصوير ولا في فيديو.